بيراميدز بيتعادل مع فاركو الفريق المتزيل جدول الترتيب في الدوري المصري. لا وايه ده، كان كمان خسران 2-0 لولا ستر ربنا وهدف فخر لقاي اللي جه بالصدفه من ضربه حره وخدعت الحارس ودخلت المرمى في نهايه الشوط الاول. وبعد كده تعادلوا وخلص اللقاء بالتعادل الايجابي 2-2 علشان بيراميدز يقول للنادي الاهلي اتفضل الدوري على طبق من ذهب. والاهلي يغرد منفردا بصداره الدوري ب 72 نقطه. هنا بقى عاوز اقول لكل الناس اللي كانت بتتكلم على بيراميدز وتقول انه بنسبه كبيره حسم الدوري قبل الاهلي ما يلعب المؤجلات، وانه بالمكاسب الكتيره اللي حققها في الدوري قبل ما الاهلي يلعب مؤجلاته هيسبب ضغط على النادي الاهلي. عاوز اقول لكم ان الاهلي متمرس في البطولات القاريه والمحليه، فريق عارف بيعمل ايه وهو عاوز ايه، عكس اي نادي تاني كل طموحه انه يلعب نهائي او مركز تاني حتى لو هيكون كومبارس، وكل همه انه يقلل من النادي الاهلي. عاوز اقول له انسى، الاهلي ممكن يزعل جمهوره مره او 2 أو 3 بس بعد كده بيفرحوا فرحه، والفرحه بالطول جدا. علشان كده بقول وهفضل اقول محظوظ من ينتمي لهذا الكيان وهو النادي الاهلي. ناس شغاله بتخطط وبتفكر، علشان كده هو ده سر نجاح المنظومه والكيان الكبير. ولك ان تتخيل معايا كده بيراميدز بمسماه الجديد وبكل المليارات اللي اتصرفت عليه، ولاعيبه تيجي ولاعيبه تروح، يعني وكينو يجي ورمضان صبحي يجي واحمد فتحي يجي واكرام يجي وفخر لقاي وكل لاعبي الدوري المصري النجوم اللي على الفرازه من اهلي او زمالك او اي نادي تاني، ما بيغيروش ولا بيعملوا اي فرق بين بيراميدز وبين الاسيوطي بالمسمى القديم ده. لا كان بياخد دوري ولا اي بطوله، بيراميدز برضو دلوقتي ولا دوري ولا اي بطوله، يعني دلوقتي زيه زي ما كان الاسيوطي. ايه الجديد؟ ولا اي حاجه، ولا بطوله كاس ولا اي حاجه. قمه العار لما تجمع الكم الكبير جدا ده من النجوم واللاعيبه الكبيره دي، وفي الاخر ما بتعرفش تاخد حتى بطولة واحدة ولو تكون حتى كاس مصر. ده غير كمان المدربين اللي مسكوا بيراميدز واللي اتصرف عليهم ميزانية دولة وكلهم فشلوا مع الفريق المدجج بالنجوم في حصد بطولة ودية واحدة. كله فشل، كل المدربين فشلت، اجنبي ومصري. ده طلائع الجيش خد السوبر المصري من النادي الاهلي وهو بيدربه الكابتن طارق العشري اللي بيلعب بطريقه دفاعيه بحته ومعروف بيها، ولكن هو بيلعب كده علشان كواليتي اللعيبه اللي معاه، يعني كواليتي اللعيبه نفسه مش احسن حاجه، مع احترامي طبعا للكابتن طارق العشري ونادي طلائع الجيش. لكن عايز اقول حاجه لاي حد كان عنده شك ولو 1% ان الاهلي ما كانش هيرجع ياخد الدوري المصري. الدوري المصري للنفس الطويل والفريق اللي بيجتهد وعينه على بطولة الدوري، مش اللي عاوز لعيبة الاهلي كلها تتعاقب وتتوقع عليها عقوبات علشان يعرف يحقق بطولة او يكسب مكسب واحد. دوري هذا الموسم بيتكتب في التاريخ لما الاهلي يرفع الدرع ان شاء الله، وده انذار شديد اللهجة مش بس للأندية المصرية والمحلية ولكن لافريقيا كلها. وحابب اقول له الطموح طموح وتجي بالسلامة وخيرها في غيرها.